إلهام شاهين بتؤدي مناسك العمرة مع بنت أختها إلهام. كانت إلهام شاهين امبارح في حفلة أنغام اللي كانت معمولة في السعودية، وبعدها تاني يوم راحت تعمل عمرة مع بنت أختها إلهام. بنت أختها إلهام متسمية على نفس اسمها إلهام. طبعا هي دايما معاها في كل حتة. إلهام دايما بتمثل، كمان طلعت هي دلوقتي بتمثل، اللي ما يعرفش ان هي بتمثل، لا هي بتمثل كمان. وموهوبة جدا كمان على فكرة يعني. لكن كمان كانت في تعليقات كتير جدا جدا على العمرة، وبيقولوا ازاي كنتي في حفلة امبارح ودلوقتي روحتي كمان تعملي عمرة؟ يعني امبارح كنتي بتغني والنهاردة بتعملي عمرة. يا جماعة كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، كل واحد يعني مع ربنا، يعني هو ربنا اللي هيحاسبه. تمام. وطبعا في تعليقات كتير قالوا ان هم يعني كل واحد يخليه في نفسه وهي اللي هتحاسب مع ربنا. وتعليقات يقولوا طب ازاي هتطلع تمثل افلام تاني وتطلع بشعرها تاني وتلبس حاجات قصيرة تاني؟ وناس قالت محدش دعوا الخلق للخالق. انا برضك بقول كده، دعوا الخلق للخالق. محدش يعرف النوايا فيها ايه ولا يعني الدنيا فيها ايه. ما هي ما قادرة تروح هناك تغني وتعمل وما تروحش عمرة، بس دي حاجة بينها وبين ربنا، ربنا يتقبل منها. و وان شاء الله ربنا يهدي اكتر واكتر. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم يا ريت تحطوا لايك واشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد مع حكايات هذه.